الجاثوم. يا قاتل يا مقتول، دي مش قصتي لوحدي، دي ممكن تكون قصتك انت كمان. الجاثوم مش كابوس، ده اختبار، ولو استسلمت ممكن ما تصحاش تاني. أنا اسمي سليم، وعمري ما كنت بصدق في حكاية الجاثوم، كنت بقول شلل نوم وخلاص، لحد الليلة اللي غيرت كل حاجة. الليلة اللي حسيت فيها إن روحي بتتسحب من جسمي وأنا صاحي. كنت مرهق، كوابيس، إحساس إن حد بيراقبني، بس برضو قلت ضغط، شغل، عادي. في يوم رجعت البيت متأخر، قررت أنام بدري، وكان ده أسوأ قرار في حياتي. فجأة، أو بمعنى أدق، كنت صاحي ومش قادر أتحرك. صوت المروحة، صوت الساعة، كل حاجة واضحة، بس جسمي متجمد، نفسي بيطلع بالعافية، وكنت سامع كل حاجة لكن عاجز. وفجأة حسيت بيه، كيان واقف عند طرف السرير، حاجة سودة ملامحها ضايعة، بس عيونها فتحتين سودة بيبرقوا في الضلمة. كان بيتفرج عليا وأنا بتخنق، كأنه مبسوط بخوفي وبعجزي. حسيت روحي تنسحب، وفجأة صوت جوا دماغي قال لي لو سبته ياخد نفسك الأخير مش هترجع. فهمت، الجاثوم مش مجرد شلل نوم، ده اختبار حقيقي، والكيان ده مستنيك تستسلم. افتكرت نصيحة: ركز على صباع رجلك وحركه. حاولت، وفجأة اتحركت. في اللحظة دي الكيان صرخ، مش بصوت، لكن حسيت بغضبه بينفجر، واختفى فجأة كأنه اتبخرف في الهوا. قمت آخد نفسي وأنا مرعوب، قلبي كان بيدق بجنون، بس كنت حي. ومن يومها اتأكدت إن الجاثوم مش كابوس، ده حرب روحية، ولو خسرتها هتفضل نايم للأبد. والسؤال دلوقتي، لو حصل معاك هتعرف تقاوم ولا الجاثوم هيكسبك؟ لو ليك قصة مع الجاثوم احكيها في الكومنتات، وعايزين نكمل النوع ده من القصص